السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا رمضان جاي يعني على الابواب ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. لهذا غادي نوجد معكم سلو، غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجدو. يعني حبيت انني نشارك معكم الفيديو، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. حتى اللي ما كانش كتعرف كيفاش يعني تصاوب سلو المبتدئات وهذا هذا فيديو يعني كيوضح الطريقه. واول حاجه كنبداو بها سلو هو التحمار ديال الزنجلان. كما كتشوفوا هنايا انا كنحمر الزنجلان. هانتوما يا بنات راني بديت في يعني نحمر الزنجلان، درتو في هذه المقيله هنايا وكنحمرو ان شاء الله. هنا مثالي هذه الكميه اللي انا يعني من بعد ما غسلته ونقيته وغسلته وخليته تنشف، دابا وصلت المرحله ديال انني نحمرو ان شاء الله. نساليه كله ومن بعد غادي نحمر الكاوكاو ونبداو تحضير السلو ان شاء الله. من بعد ما ساليت التحمير ديال الزنجلان غادي نحمر الزرار. هنايا عندي النافع وحبة حلاوه والبسباس، يعني غادي نحمرهم ياخذوا شويه د اللون ونحيدهم، ما نخليهمش يتحرقوا البنات لانهم الا مشاو يتحرقوا تيعطيو مذاق مر في السلو. يعني غادي نحمرهم غير واحد شويه ونحطهم فوق النار واحد شويه صافي ونحيدهم. المهم البنات هاد المكونات كاملين، لا الزنجلان لا النافع يعني لا النافع والحبة حلاوه والبسباس، يعني هاد الزرع ديالي راه نقيتهم من قبل، حيت لهم داك الحجر وحيت لهم داكشي اللي ما تيصلحش وحيدته. يعني نقيتهم مزيان عاد كنحمرهم. ومن بعد ما حمرت الزرع ديالي غادي ناخذ هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو. هاد الكاوكاو الصغير اللي بالقشره حمراء غادي نحمرو حتى هو في المقله. وغادي ناخذ كذلك واحد كيلو ديال اللوز كما نتوما كتشوفوا. غادي ناخذ هاد كيلو ديال اللوز وغادي ندير ليه واحد شويه د الزيت وغادي نحركو مزيان تتلصق فيه تتغلف الحبه ديال اللوز بالزيت. وغادي نحمرو حتى هو. هنايا ما غاديش نسلقو ولا نحيد ليه القشره، غادي ندير ليه غير هكا. غادي نحمرو ونطحنو ان شاء الله حتى هويا. المهم هنايا غادي ندير هذا غلفتو بالزيت وغادي نحمرو حتى هويا. وهنايا خديت هذا النوع ديال الكاوكاو، داك اللي ما محمرش يعني اللي خضر، كاوكاو خضر هكا تكون لاصقه فيه تكون لاصقه فيه القشره مزيان. تناخذو تنديرو في كاسرونه هكا وتندير ليه الماء وتنسلقو. هانتوما هنايا كطلع عليه هاد الغليه، يعني كنشوفو كيغلى هكا كنحطو غير باش يهبط هذا لتحت. ومن تطلع عليه الغليه مزيان واحد دقيقه هكاك ونطفي عليه، يعني ما تخليوش يطبخ، غير واحد دقيقه هكاك وطفيو عليه. نتوما كما كتشوفوا يعني بهذه السهوله غادي يتقشر ليه بهذه السهوله كيتقشر ليه. دابا صافي غنطفي عليه. هانتوما يعني بكل سهوله كيتقشر ليه كتحيد ليه القشره بهذا الشكل. هانتوما شوف يعني بكل سهوله غادي يتقشر وتحيد ليه القشره بهذا الشكل. وهنايا راني كنحمر الطحين. درتو صراحه في المقله، انا ما درتوش في الفران. مره كنحمرو في الفران، هاد الخطره حمرته في المقله هكا. درت 2 مقيلات في البوطه وتنحمرو. المهم نسالي العمليه ديال التحمير ان شاء الله ونهاني معكم. هنايا ساليت التحمير ديال الدقيق. هنايا راه حمرت الفرصه البنات. من بعد غادي نحمر كذلك الدقيق ديال القمح الكامل. غادي ندير به سلو، يعني غادي ندير نصف الكميه من الفرص ونصف الكميه من الدقيق ديال القمح الكامل. هنايا راني عطيت للدراري كيقشروا داك الكاوكاو اللي انا سلقته، لانه دغيا كتحيد ليه القشره بكل سهوله. وهنايا عطيتهم باش يتلهاو شويه ويعاونوني شويه كذلك. نتوما كما كتشوفوا ياسر تيحيد ليه القشره جالس تيركز على القشره كيفاش يحيدها. ايوا هذا هو الدقيق ديال القمح الكامل البنات. راني غربلته مزيان وحيت ليه النخاله الغليظه. هانتوما كما تشوفوا هذه هي النخاله الغليظه اللي عزلتها.
يعني حيدتها من الدقيق. كنحمرو مزيان ياخد ليا اللون وغادي نحيدو ان شاء الله. ها هما يعني المكونات اللي كنت حمرتهم من قبل، استفتهم هنايا فوق الطبله. ايوا هاد الدراري كينقيو الكاوكاو باش ان شاء الله نسلقو، باش ان شاء الله نقليه. تسلق راه سلقتو ياد وغحيت ليه القشره وان شاء الله غادي نقليه. هانتوما كما كتشوفوا المكونات اللي كنت وجدت من قبل. وهنايا يعني كنحمر الدقيق ديالي ان شاء الله نسالي ونخلطو السلو ديالنا ان شاء الله. ايوا هنايا من بعد ما قشرت يعني ما حيدت القشره الكاوكاو غادي نقليه. هنايا راني درت واحد الكميه ديال الزيت في الكاسرونه وحطيتها فوق النار وغادي نقلي الكاوكاو ديالي. يعني تيطلع زوين، يعني واحد المذاق تيعطيه هذا الكاوكاو المقلي السلو تيعجبني. كيكون كيعطي واحد المذاق رائع وفارد من نوعه، يعني تيعطيه واحد المذاق زوين للبنات. جربوها وما غتندموش عليها. هنا غنخلي الكاوكاو ديالي يتقلى وغادي نمشي نغربل الدقيق باش نحيد ليه دوك الحبيبات ديال الدقيق اللي ما تحمروش، اللي داك الكويرات بحال هادو اللي كيبانوا في الفيديو. تبقى نغربلو مزيان تيتحيدوا ليه. هانتوما من بعد ما غربلت الدقيق ما تيبقى فيه والو، يعني ما تيبقاش دوك الحبيبات ديال الطحين مكورين، وتيكون يعني موجود اننا نخدموا به. ايوا وصلنا هنايا المرحله ديال الطحين. غنطحنوا المكونات ديالنا. هنايا راني بديت بالزنجلان، خديت النصف ديال الكميه ديالو، طحنته وخليت النصف الاخر حبيبات هكا. هانتوما يعني طحنت النصف ديال الكميه وغادي يعني الحاجه اللي طحنتها غادي نحطها في الكسعه ديالي. تنتمنى اللي وصل هنايا ما ينساش اللايك، وكذلك يعني اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويحط لنا شي تعليق زوين. وشكرا لكم بزاف. هانتوما كما كتشوفوا طحنت النصف والنصف الاخر خليته. وهنايا غادي ناخذ الزرارع ديالي كذلك وغادي نطحنهم. وهنايا غادي ناخذ اللوز اللي انا حمرته كما كتشوفوا بالقشره ديالو. غادي نطحنو يعني ما غاديش نطحنو بزاف، غنخليه مهرمش. يعني غادي يكونوا بحال هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو تيكونوا دوك الحبيبات ديال اللوز باينين. ما غاديش نطحنو بزاف حتى يولي غبره. وغادي نحط يعني اللوز كذلك مع المكونات اللي انا طحنتهم من قبل. وهنايا غادي ناخذ الكاوكاو، داك الكاوكاو الصغير ديالي وغنفسخو، يعني نحيد ليه القشره ديالو. غادي نحاول نحيد ليه القشره ديالو. هنايا البنات راه جاتني واحد الفكره، ملي شفت واحد الراس ديال الهاشوار قلت علاش لا نجربوا. هذا هو الراس، نجربوا كيفاش واش غتنجح ليا التجربه انه يحيد ليا القشره للكاوكاو. واستعملتها لانه كنت سمعت من قبل بانه يعني ممكن تحيد قشره الكاوكاو بهذا الراس ديال الهاشوار. واستعملتها وجربتها وصراحه نجحت، يعني حيدت لي القشره ديال الكاوكاو. من بعد يعني حطيته في صينيه هكا وحيدت ليه القشره ديالو. يعني بقيت كنسوس فيه هكا حتى تحيدت ليه القشره بكل سهوله. يعني الطريقه ناجحه 100%. ها انتم كما كتشوفوا. ايوا هنايا مشيت لداك الكاوكاو اللي انا قليته، يعني من بعد ما تقلى ليا وحطيته هنايا راني درته في الكسكاس، يعني تا صفى داك الزيت ديالو مزيان. وعاد مشيت كنطحن فيه حتى هو يا البنات. غادي نخليه مهرمش كما الطريقه ديال اللوز. غادي نخليه حبيبات، يعني يبقى واحد الحبيبات باينين فيه. يعني الكاوكاو اللي استعملته واللوز غادي نخلي فيه دوك الحبيبات. وهنايا غادي ناخذ الكوزه ديالي وغادي نحك فيها واحد شويه. وكذلك هنايا غادي نستعمل المسكه الحره، غادي نطحنها مزيان
وغادي نضيفها للمكونات. وكذلك غادي نضيف هنايا القرفه، عندي واحد 2 معالق كبار عامرين، غادي نضيفها لهاد الكميات او هاد المكونات اللي انا درتهم في القصعه ديالي. صراحه انا هنايا من مورا ما درتها 2 معالق، حيت الكميه اللي انا يعني درتها ديال السلو غتكون كثيره، عاود زدت واحد شويه ديال القرفه. وهانتوما هنايا بغيت نخلط السلو ديالي. هذا هو الطحين درتو حيت الكميه البنات كثيره، خديت هاد الطنجره كبيره كاينه عندي، خديتها باش نخلط فيها المكونات، لان القصعه ما غاديش تاخذ ليا، ما غاديش تخلط ليا مزيان المكونات ديالي. خديت هاد الطنجره كما قلت لكم وخويت فيها الدقيق اللي هو عباره عن دقيق الفرص، وكذلك الدقيق ديال الزرع. هانتوما كما واضح في الفيديو درت الدقيق، وكذلك بقيت كنحط عليه دوك المكونات اللي انا طحنتهم، وكنخلط النواشف يعني بشكل جيد كما كتشوفوا، باش ينسجم ليا يعني الدقيق مع اللوز وكذلك الكاوكاو اللي استعملته ودوك الزرار، يعني المكونات ديال السلو ديالنا. وهنايا غادي نضيف سكر كلاصي، ضفت الباكيه كامله هنايا البنات يعني، وتتبقى الحلاوه حسب الاختيار، حسب يعني الذوق ديالكم. وتنخلط مزيان باش ينسجموا ليا المكونات. وهنايا ضفت ديك الزيت لان قليت فيها الكاوكاو اللي حيت ليه القشره من قبل، هي باش خلطت السلو ديالي البنات. كما كتشوفوا هنايا بقيت كنخلط مزيان. صراحه استعملت هنايا العجانه، جاتني هذه الفكره واستعملت العجانه. صراحه فكره زوينه والله الا زوينه، غير استعملوها. خلطت لي العجانه مزيان سلو بطريقه جيده، يعني احسن من اليد. كنا كنتعذبوا كنخلطوا باليد، دابا يعني هذه الفكره ديال العجانه صراحه فكره زوينه، جربوها يا البنات. وكما كتشوفوا خلطتها بالعجانه ديالي، كناخذ كميه وكنخلط حتى ساليت الكميه ديالي كامله. هانتوما كما كتشوفوا خلطتها مزيان. وهنايا وصلت معكم لاخر الفيديو اللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هنايا كتزين صافي غير لهاد الطبق باش نصوروا. تنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والطريقه يعني تكون واضحه ديال سلو. ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.